السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن دودة البرسيم النهاردة، وإزاي نعرف إن هي موجودة في البرسيم وأضرارها على الماشية. طبعا وجود أبو إردان في الأرض اللي هو صديق الفلاح عامة ده بيدل على وجود دودة، والدودة دي بتعمل زفارة في البرسيم وبتسبب إسهال للماشية. تمام. وبيبقى في بعض ورقة في البرسيم فيها خراق صغيرة. تمام. طبعا الدودة ديت بتقلل نمو البرسيم، لأن هي بتاكل الورق، فالجدل ما عادش بينمو النمو الطبيعي. طب احنا لازم نرش الأرض بعد نخليها ونرشها على طول، علشان ما يبقاش فيه أسباب مشاكل من الدواء على المواشي. حتى لو الدواء آمن بنرشها يبقى فيه فترة كافية يعني للأرض للبرسيم ان هو يستخلص من من السموم الموجودة في الدواء. تمام. ولازم نرش علشان الدودة ما تستفحلش وتاكل الكرسي بتاع الربة اللي تحت في الأرض، وطبعا لما بتتاكل بيتأخر البرسيم في النمو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.